السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ وحشتوني كتير قوي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. انا بقالي كتير قوي ما عملتش فيديوهات، بس النهارده ان شاء الله حابه بس اقول حاجه مهمه لكل الامهات. في حاجات انا لاحظتها ان الاطفال ممكن تحطها في بقها، بالذات يعني الاطفال اللي بادئه تقف وتمشي وكده. عايزه بس اقول في الفيديو ده الحاجات اللي انا لاحظتها. اول حاجه البطاريه دي، بصوا، دي بتاعت لعبة. تمام؟ شايفين ال البطاريات الصغننة دي اهي. هي طبعا انا مش عارفة اطلعها عشان اوريها لكم، بس البطاريات دي موجودة كمان في الساعة، موجودة في اللعب. فيا جماعة نخلي بالنا بالذات من البطاريات دي، لان الاطفال بيحطوها في بقهم، ودي خطر جدا. وبعد الشر لو ابنك او بنتك بلع حاجة زي كده، لازم تتوجهي لاقرب مركز سموم. ويا ريت يعني ما تديش للبنت او للولد اي حاجة يشربها، لان دي بتتفاعل طبعا مع المعدة، ولا قدر الله بعد الشر ممكن طبعا تنفجر في المعدة وتؤدي إلى بعد الشر يا رب إلى الوفاة. فحاجة زي كده لازم تتوجهي طبعا لأقرب مركز سموم اهو. تمام؟ يا ريت نخلي بالنا. دي أول حاجة أنا لاحظتها. تاني حاجة بقى، بصوا، دي السماعات العادية بتاعتنا اهي. أنا بس خلعة منها الحاجة بتاعتها اهي عشان بس أوريها لكم. السماعة دي بيبقى جاي معاها اتنين كده، بيبقوا اهم. شايفين عاملين ازاي؟ بصوا، طراي جدا، وبيتشالوا من السماعة اهو. خلاص، دول خطيرين جدا يا جماعة. يا ريت بعد اذنكم نخلي بالنا. الاطفال بلاش تمسك الهاند فري بتاعتنا خالص، لان دول خطير، يعني اخطر حاجة برضو. دي ممكن بعد الشر برضو ابننا او بنتنا يبلعها، فيعني احنا في غنى عن كده. طيب، دي تاني حاجة. هنا بقى طبعا ده موجود في كل بيت علشان خاطر الحرارة بتاعة الأطفال وكده. حابة أقول حاجة بقى. ممكن لو طفل بيعيط ممكن نديهاله علشان نسكته، وده غلط جدا. بصوا، أنا خلعت على فكرة الراس بسهولة اهي. بصوا جوه بقى، شايفين ايه؟ الحجارة أو البطارية اللي أنا لسه موريها لكم اهي. تمام؟ انا عايزه بس اكون موضحه اهي. شايفين دي برضو خطر جدا زي اللي انا لسه موريها لكم اهو. فيا جماعة والنبي نخلي بالنا، بلاش نلعب بالحاجات دي. وبعدين دي كمان لا قدر الله ممكن تخش في عين البيبي، او مثلا اخت تأذي يعني اخوها طبعا من غير قصد، فيشدوه من بعض وكده فيعورهم. فبرضه بلاش. الأدوية اللي بتبقى موجودة في كل بيت، الأدوية بتاعت الكبار، شريط مثلا بتاعنا العلاجات، برضو يا جماعة بلاش تبقى قدام الأطفال أو في إيديهم، عشان خاطري نخلي بالنا. بعدين دي بقى الودانة موجودة طبعا في كل بيت، برضو بلاشها. ونخلي بالنا كويس قوي ما نحطهاش على التسريحة، نحطها في مكان عالي، لان الاطفال طبعا دي قطن. تمام؟ وده برضو خشب بيعور. فالقطن ده في طفل بيحطه في بقه، وفي طفل بيحاول يقلدك وانت عفوا يعني بتنضفوا ودانكوا، فممكن برضو لا قدر الله بعد الشر يخرم الطبلة. فنخلي بالنا بعد اذنكم. الفلوس اللي بتبقى فضة، ده طبعا 4 جنيه. بصوا صغير ازاي. يا ريت نخلي بالنا بالله عليكم من الفضة. بلاش اي طفل نحط له في ايده فضة ونقول ايه، ما هو روح هاتلك حاجة حلوة. يعني بلاش. لو عاوز تديله فلوس اديله فلوس ورق، بلاش فضة ارجوكم يا جماعة. تمام؟ برضو بيبلعوها وبتبقى كارثة، وبتطلع بمنظار بعد الشر يا رب عن اولادي واولاد المسلمين اجمعين واولاد كل الناس. برضو في حاجة هنا لاحظتها، المسامير الصغيرة اللي بتبقى في اللعب. بصوا عامل ازاي. شايفين قد ايه؟ بالله عليكم، مش في كل ألعابنا أو في معظم ألعاب الأطفال المسامير دي أهو. يا ريت يا جماعة نخلي بالنا. لو الطفل مثلا عنده يعني عاوز يتفرج على اللعب أو كده، أو يفتحها أو يكسر فيها، ممكن مسمار برضو زي ده. فخلي بالكم. الاكسسوارات بقى اللي بيبقى فيها حاجات من دي، نخلي بالنا برضو، لان الحاجات دي برضو بتبقى مؤذية. وللأسف الأطفال اللي بتزحف أو بدأ تمشي، للأسف أي حاجة على الأرض بيحطوها في بقهم يعني. فعشان خاطري خلي بالكم. آخر حاجة بقى السرنجة، اللي طبعا كلنا بنستخدمها وكلنا في كل بيت، علشان طبعا أطفالنا ربنا يشفيهم ويعافيهم. دي لو انت بتدي ابنك الدواء وعاوزة تسكتيه، ما ينفعش تديله دي خطيرة جدا. بصوا عاملة ازاي.
تمام. بالله عليكم خلي بالكم قوي قوي، لو انت هتدي لابنك بالسرنجة شيلي دي في مكان عالي لحد ما تخلصي الدواء وتبدأي تستخدميها تاني. اخر حاجة بقى معايا الريموت. طبعا احنا داخلين على الحر وهنبتدي نشغل المراوح، في معظم المراوح بتاعتنا بريموتات، تمام اهو. الاطفال اللي بتسنن ممكن تعض الزراير دي، وطبعا تبتلعها بعد الشر وتحصل عمليات اختناق، فبلاشها افضل، او خليها برضو بعيد عن متناول الاطفال. لما اجي افتحها هلاقي برضو فيها حجاير صغننه كده اهو زي ما انتوا شايفين. برضو بيشيلوها وبيحطوها في بقهم، وللأسف الحجارة مليانة مادة رصاص ودي خطر جدا على الأطفال. أنا حاولت ألخص في فيديو سريع الحاجات الخطيرة بالنسبة للأطفال علشان خاطري نخلي بالنا. أنا كمان بقول لنفسي اخلي بالي، وطبعا ربنا هو الحافظ والحامي. يا رب يا رب احفظ ولادنا اجمعين. طبعا احنا بنتعب وربنا ان شاء الله يكافئنا على تعبنا. ربنا يحفظنا ويحفظ ولادنا جميعا يا رب. دمتم سالمين وبألف خير. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ادعوا لأمي بالرحمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.